اغتيال غنيوة مش حادث، دي لحظة كسر عظم في طرابلس، ومصر يا صديقي شايفة الصورة كاملة. الليلة يا صديقي اللي الناس كانت نايمة فيها ليبيا صحيت على صوت رصاص، العاصمة طرابلس اتقلبت حرفيا. واحد من أقوى رجالة المدينة اللي هو غنيوة الكلكي اتصفى جوه مقره الأمني، مش في خناقة عشوائية، لا ده في اجتماع أمني رسمي مع قوة محسوبة على الحكومة نفسها. غنيوة اللي كان ماسك جهاز اسمه دعم الاستقرار، اللي هو جهاز رسمي شكليا لكن على أرض الواقع هو ميليشيا منظمة وسايقة شوارع طرابلس بقوة السلاح. فجأة الحكومة كده اللي كانت بتحميه قالت لك لا مش هنحميه تاني، والدبيبة نفسه اللي كان متمسك بالحكم رغم انتهاء ولايته هو اللي حرك اللواء 3-4 كتاب. اتقلبت طبعا الدنيا وغنيوة اتقتل والشارع ولع والناس نزلت تتخانق بالسلاح واحياء كاملة اتحولت لساحة الحرب، والمواطن الليبي يا عيني قاعد في بيته خايف يتنفس. هنا بقى بيجي السؤال، ايه اللي حصل وليه دلوقتي؟ واضح كده يا صديقي ان الدبيبة قرر يفتح مواجهة مؤجلة مع الميليشيات اللي كانت بتحميه زمان، عاوز يخلي طبعا نفسه قدام الغرب رجل الدولة اللي بيضرب الفوضى بيد من حديد يعني. بس خد بالك، كل لما بيضعف طرف في طرابلس بيسخن طرف تاني في الشرق. حفتر ساكت بس عينه على العاصمة، والبرلمان طبعا قاعد بيعد النقط وبيقول للعالم شفت حكومة الميليشيات. طب بقى مصر فين من المشهد؟ مصر يا صديقي ما بتسقفش لحد، لكن شايفة الخريطة وبتقراها كويس جدا. لا بتقبل دولة يكون اللي فيها حامل سلاح خارج الجيش النظامي، ولا بتقبل فوضى مدعومة من بره توصل لحدودها. ولو الأمور انفجرت أكتر من كده مصر مش هتسكت، بس هتتحرك طبعا بحكمة. الزتونة والخلاصة من الآخر يعني اللي حصل في طرابلس يا صديقي مش مجرد اغتيال، دي إعادة رسم للخريطة، والناس اللعيبة الكبار اللي بيلعبوا في ليبيا مواقعهم بتتغير. وغنيوة كان مجرد كارت واتحرق خلاص، لكن المعركة لسه في أولها خد بالك، والمشهد بيقول إن اللي جاي أخطر، ومصر طبعا شايفة وحاسبة ومستنية اللحظة الصح للتدخل. فتحيا مصر يا صديقي دائما وأبدا، تحيا مصر العظمى بينا كلنا، أرض وشعب وجيش.